السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم على اليوم الثالث من AI Agents Intensive Course. دلوقتي day 3. هنختار أول نوتبوك Build Stateful Agents and Perform Context Engineering. لما أدوس عليه يجيب لي preview للنوتبوك نفسه. هدوس هنا Copy and Edit. ما ننساش نحط جوجل API Key. هنيجي هنا عند Add-ons Secrets. أعمل Edit ل API Key عشان أتأكد، عشان أعمل له Update. يا إما أقول له Add Secret لو ما لقيتوش موجود. خلاص كده عملت له سيف. اقفله خلاص، مش عايزه، بس هختار هنا select واجي اعمل run لاول سيل. shift enter. هنا خلاص شاف الاي بي اي كي. هنيجي هنا نعمل imports. عندي حاجات جديده في الامبورتس النهارده. عندي هنا الاب، عندي events compaction config، ودي فيتشر جديده زودوها جوه الاي دي كي. تقدر تعمل compact لمسجز عشان لو المحادثه تورط، اكنه بيلخص الجزء اللي فات من المحادثه عشان يكمل بعد كده. وعندي هنا database session service عشان يسيف المحادثات جوه database، يا اما in memory session service عشان يسيفها جوه الميموري. دي هيلبر فانكشن اسمها run underscore session. بتعمل ايه؟ بتستقبل الرانر، تستقبل كمان يوزر كويريز لو عندي اكتر من كويري او اكتر من برومبت، وعندي السيشن نيم. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعرف اب نيم، دي عباره عن الرانر اللي جالي دوت اب اندرسكور نيم. بعد كده بكريت سيشن عن طريق سيشن سيرفيس. سيشن سيرفيس دي مسؤوله عن هي تتعامل مع السيشنز، تعملها كرييشن ديليشن، كمان تقدر تجيت سيشن. هنا بيعملوا كرييت عن طريق الاب نيم يوزر اي دي سيشن اي دي، وهنا السيشن نيم هنا الديفولت بتاعه كلمه ديفولت. لو حصل ايرور هنا معنى كده السيشن ده موجود، يعني في سيشن بالاب نيم واليوزر اي دي والسيشن نيم دول. في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيجيت السيشن عن طريق برضو الاب نيم يوزر اي دي سيشن اي دي. ودي الطريقه ان انا اقدر اجيب اي سيشن عن طريق سيشن سيرفيس دوت جيت سيشن. بعد كده لو عندي يوزر كويريز هعمل ايه؟ لو التايب بتاعها string معنى كده ان هو بعت 1 كويري بحطها جوه ليست. بعدي على كل اليوزر كويريز for query in user queries، بعمل لها print اللي هي current query. بعد كده بحولها عن طريق types.content، ده التايب اللي استقبل بيه الايجنت رسالة. بعرف الرول عبارة عن user، والبارتس عبارة عن ايه؟ types.part هنا text بيساوي current query. بعد كده بنادي على runner.run_async. لما نادي عليه بيرجع لي events، وعشان كده بقول له for event in runner instance.run_async، ودي async operation. ببعت له ايه؟ اليوزر اي دي والسيشن اي دي والكويري نفسها اللي جايه، وهنا بعمل تشيك لو كان الايفنت دوت كونتنت، لو كان فيه content and event دوت content دوت ports، لو كان event دوت content دوت ports of 0 دوت text not equal none، وكمان كان فيه text. في الحالة دي أنا استقبلت text print model name event.content.parts of 0.text. والموديل نيم ده موجود فين؟ متعرف هنا، ده الموديل نيم متعرف هنا جلوبال. تمام، خلاص دي الفانكشن اللي هنادي عليها على طول. ابعت الكويري كل مره. هنعمل رن، وهنا ريتراي كونفيج عشان لو حصل مشكله مع الموديل بيحاول اكتر من مره ينادي على الموديل، خصوصا لو كان كلاود موديل زي جيميناي كده.
هنا بقى هيتكلم على السيشن مانجمنت. المشكله ايه عندنا؟ المشكله ان الموديل الموجود عندك بيكون ستاتلس، يعني مش بيفتكر المحادثه، عشان كده محتاجين نديله ميموري. عندنا sessions for short term memory management and memory for long term memory. هنتكلم النهارده عن السيشنز، والنوت بوك اللي جاي هنتكلم على الميموري اللي هي مختصه باللونج تيرم ميموري. هنا لو عندي الابلكيشن ممكن يكون جواها اكتر من يوزر، يعني اكتر من يوزر بيتعاملوا مع نفس الابلكيشن، كل يوزر له اكتر من سيشن، one to many. جوه السيشن بيحصل ايفنتس وكمان في ستيت. مين المسؤول ان هو كاريت السيشنز؟ سيشن سيرفيس. مين المسؤول ان هو يتعامل مع اليوزر ومع الايجنتس؟ هو الرانر. وهنا بيقول لك تصور كان السيشن عباره عن نوت بوك، يعني دفتر او كراسه بتكتب فيها الايفنتس. اليوزر قال ايه، الايجنت رد عليه بايه، التولز اللي استخدمناها، والريزلتس اللي رجعت من التولز. وعندي هنا الايفنتس دي عباره عن الانتريز ان سنجل بيج، بتسجل كل حاجه حصلت لما اليوزر يبعت مسج ولما يستقبل الرد. وعندي هنا السيشن سيرفيس مسؤول ان هو يملأ الدولاب ده المليان بالدفاتر اللي هي نوت بوكس، يحط دفتر يعني يحط سيشن، يكاريت سيشن. وعندي هنا رانر مسؤول عن managing the conversation، هو اللي بيستقبل رسالة من اليوزر يبعتها للايجنت، وكمان بيستقبل ايفنتس. تعالى بقى نشوف اول مثال. عندي هنا الاب نيم، يوزر اي دي، سيشن اي دي، وعندي الموديل نيم. هكريت ايجنت عن طريق الايجنت كلاس، هقول له الموديل ايه، اسم الايجنت ايه، description. هعرف سيشن سيرفيس، هيكون in memory session service بيتعامل جوه الرام، يعني temporary. بعد كده هعرف الرانر. اول argument عباره عن الايجنت، هو الروت ايجنت اللي هو الايجنت ده، والاب نيم بعرفها، والسيشن سيرفيس. ثلاثة دول رئيسيين عشان اعرف ايه الرانر. شيفت انتر. هنادي على الميثود اللي عرفناها فوق، هبعت لها رانر، وابعت لها كمان الكويريز، وابعت لها اسم السيشن. تعال نبص عليها فوق تاني كده. تستقبل السيشن نيم. شيفت انتر. دلوقتي اليوزر بعت الرسالة دي، والايجنت رد على رسالة. في الرسالة دي قال له اسمه ايه، هاي اي ام سام. في الرسالة التانية سأله عن اسمه، انا اسمي ايه، فرد عليه وقال له انت اسمك سام. يبقى افتكر عن طريق in memory session service اللي احنا عرفناه هنا. هنا بيقول لك ايه، اول ما الابلكيشن تقفل، once the application stops all conversation history is lost. تعالى نعمل كده تيست. هنصغر شوية كده عشان نشوف الفانكشن اللي فوق. بيقول لي هنا اعمل ريستارت للكرنل واشغل السيل دي. تعالى كده نجرب. هاجي عند ران هنا، هعمل هنا ريستارت، بس هطلع اشغل السيل دي عشان الاي بي اي كي، وهنا برضو الامبورتس، والفانكشن عندنا run session. retry config. واشغل السيل دي، بس مش هشغل السيل دي، حاجه اشغل هنا على طول. هنا بيقول له ايه، what did I ask you about earlier. انا سألتك عن ايه قبل كده، and remind me
What's my name؟ سألتك عن ايه قبل كده واسمي ايه؟ رد عليه وقال له انا معرفش اي حاجة من اللي انت قلتها لي. I do not have memory of past conversations. Therefore, I cannot tell you what you asked me about earlier. نفس الكلام، نفس الرد هنا. I do not have access to your personal information, including your name. في الحالة دي ما افتكرش أي حاجة غير هنا. وده يثبت إيه؟ وده يثبت لنا إن الميموري سيشن سيرفيس فولاتايل. أول ما أعمل ريستارت الأبلكيشن خلاص كل حاجة راحت. هنا بقى database session service، ودي persistent session، يعني مش هتروح زي الميموري سيشن سيرفيس. وهنا مقارنة هنا بين 3 حاجات. in-memory session service عشان الديفلوبمنت والتستنج، lost on restart لو عملت ريستارت الابلكيشن خلاص كل حاجة راحت، ودي best for quick prototypes لو عايز كده اشغل ابلكيشن في الديفلوبمنت. وعندي database session service عشان امانج بقى السيشنز، ودي لو عملت ريستارت هتفضل موجودة، ودي best for small to medium apps. وعندي بعد كده agent sessions، ودي موجودة على جوجل كلاود بلاتفورم fully managed enterprise scale. طبعا لازم ايه يسوق لنفسه. نيجي بعد كده نشغل المثال ده. بعرف هنا agent، وهنا بقول له database اللي هستخدمها، ودي عبارة عن SQLite تكتب بالمنظر ده اسم الداتابيز. بعرف بعد كده session service، وده عبارة عن database session service. لما عرفتها فوق كانت in memory، لكن هنا database session service. دي ب URL عبارة عن URL ده. بعد كده بعرف runner بالطريقة العادية. تعالى نعمل shift enter. عمل هنا database، وده اسم database نفسها .db. تعالى كده هنا نعمل ريفرش، هلاقي كريت لي الداتابيز نفسها اللي هي دي. تعالى بقى نتأكد من البرسيستنس ان كل حاجة متسيبة. هنادي على الميثود run underscore session، هبعت له الرنر وابعت له نفس البرومبتس، وهنا اسم سيشن جديد، سيشن اي دي جديد. شيفت انتر. المفروض الكلام ده راح لفين؟ راح للداتابيز. عشان كده بيقول لي حاول تعمل ستارت وتجرب تبعت له الكلام ده. انا اسمي ايه؟ لو انا شغلتها دلوقتي هيرد عليه. عاصمة الهند ايه؟ تاني حاجة اسمك ايه؟ تعالى كده نعمل ستارت. معلش بقى عشان برضو نتأكد، ونطلع تاني. هاجي هنا برضو اعمل run imports والhelper function، وهنا retry config. مش محتاج بقى الكلام ده. هننزل بقى للداتابيز، هشغل السيل دي. الاب نيم اب اندرسكور نيم متعرفة فين؟ متعرفة هنا. المفروض دول ما يكونوش هنا. هاخدهم هنا copy. مش هشغل السيل دي، مش عايز اعرف انا الميموري ستيشن سيرفيس. هاجي هنا ازود سيل، شيفت انتر، واجي هنا مش هشغل السيل دي عشان هنا بيقول له اسمه ايه. حاجه اشغل هنا على طول واتاكد بقى هيقراها من داتابيز ولا لا. شيفت انتر. موديل اندرسكور نيم برضو متعرفه فوق. خدها كوبي، حطها هنا.
شيفت انتر، واجي اشغل هنا اللي هو بيسأله عن اسمه، ما شغلتش هنا اللي هو بيقول له اسمه ايه. شيفت انتر، رد فعلا رغم ان انا عملت ريستارت الابلكيشن، لكن هنا رد وقال له your name is Sam، عشان هو دلوقتي بيقرا من الداتابيز، ودي حاجه مهمه جدا. خلاص كده اتاكدنا انه قرا من الداتابيز. هنا بقى بيتاكد ان كل سيشن ايزوليتد من السيشن التاني. هيساله نفس السؤال لكن سيشن اي دي مختلف. شيفت انتر كده، واتس ماي نيم، هقول له برضو انا ما اعرفش عنك اي حاجه، تمام، عشان ده سيشن مختلف. ودي داتابيز هو كريتها، ممكن اعمل لها داونلود. اخر حاجه بقى، how are the events stored in the database؟ ازاي بتكون stored جوه database؟ هنا بيستخدم SQLite 3 library، بيكونكت على الداتابيز اللي هي موجوده هنا relative. بعد كده بيقول له select app underscore name session underscore id author content from events، يبقى عندي تيبل اسمها events. هيعمل بعد كده fetch. تعالى نعمل shift enter، دي التيبل اللي اسمها events، فيها الاب name session id author content. default ده اسم السيشن، default اسم الاب، ده اسم السيشن، ده اليوزر اي دي، ودي البارتس التكست اللي بعته اليوزر هنا، والرول يوزر، وهكذا. دي كل الايفنتس ورسائل بين اليوزر وبين الايجنت. هنكتفي بالجزء ده، المره الجايه ان شاء الله هنكمل بقيه النوت بوك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.